تعالي هنا. يارا لسه قافلة معايا التليفون وقالت لي كل حاجة انت عملتيها في تليفونها. أنا مش مصدقة. هل ده فعلا حصل؟ أصل أنا... نورة، جاوبي. أيوة يا ماما، أنا آسفة. أنا مش مصدقة. ليه عملتي كده؟ دي كانت الطريقة الوحيدة عشان أعرف إيه اللي حصل، وطلعت هي فعلا اللي عملت كده. ولا هي ما قالتلكيش كده وهي بتكلمك؟ هي اللي صورت الفيديو وهي اللي بعتته للناس. حتى لو عملت كده، انت تكوني أحسن ولا زيها؟ بتردي الأذى بالأذى؟ هو ده اللي انت اتعلمتيه وتربيتي عليه؟ صدقيني ما كنتش أقصد، أنا بس كنت هتجنن وأعرف الحقيقة. ده مش مبرر يا نورة، مش مبرر خالص للي انت عملتيه ده. دي اسمها سرقة وانتهاك خصوصية. لا، أنا ما قريتش حاجة وما شفتش حاجة تخصها خالص. أنا كنت بدور على حاجتي بس. انتهاك الخصوصية يا نورة في إنك تسمحي لنفسك تعرفي عن حد حاجة هو ما أذنلكيش بيها، حتى ولو ما كانتش سر. انت عارفة إن اللي عملتيه ده القانون بيحاسب عليه؟ أنا ما أقصدش حاجة والله. أنا كل اللي كنت عايزة أعرفه مين اللي عمل كده معايا. يا خسارة يا نورة. طب أعمل إيه عشان تسامحيني؟ أنا دلوقتي عايزة أعرف كل حاجة. ده مش تفكيرك لوحدك. مين اللي ساعدك تسرقي بيانات يارا؟ أنا هقولك على كل اللي حصل. تدفعي كام لو عرفت اجيب لك كل حاجة من تليفون يارا وعرفنا هي اللي عملت كده ولا لأ؟ إيه؟ أنت بتقول إيه يا نور؟ يا بنتي أنا اللي أقدر أساعدك في البيت ده وأعرف لك كل حاجة، بس تسمعي كلامي. ها قلتي إيه؟ طب وأنت شايف إيه الحل يا نور؟ في واحد صاحبي اسمه معتز داتا ممكن يجيب لك كل حاجة على تليفون يارا. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا نور؟ أنت عايزني أتجسس على تليفونها؟ الموضوع بسيط جدا وشفته هو بيعمله. هيبعت لينك في رسالة، أول لما صاحبتك تفتحه كل بياناتها هتكون معاه، فاحنا هنقدر نشوفها بسرعة وبعدين نمسحها على طول. وده طبعا عشان محدش تاني يشوفها. بس يا ستي، ولا من شاف ولا من دري. وصاحبك ده أنت واثق فيه؟ قال يا بنتي، ده معتز داتا. هو صحيح أكبر مني بس تلميذي. بس دي حاجة غلط وعيب. لو هي عملت كده يبقى هي اللي بدأت، ومن حقنا نرد، ولا إيه؟ أنت جبت الشر ده كله منين؟ إزاي بس يا شبر ونص يطلع منك ده كله؟ بس أنا عندي طلب قصاد ده. أول حاجة ما تفتنيش عليا، تاني حاجة أخد الاسكيت بتاعك شهر. هما يومين اتنين، قلت إيه؟ طب أسبوع. يومين. يومين، أمري لله. يعني خلاص ندوس.